ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل كريسبي كنتاكي جميل جدا، استريبس فظيع وتوابله حلوه قوي وفيه سر هيخليه قرمش معاكي جدا. معايا كوبايه وربع من الدقيق، ومعايا معلقه كبيره من النشا، ومعايا معلقتين كبار من دقيق الرز. دقيق الرز اللي هيديله القرمشه. دقيق الرز انا مسكت شويه رز طحنتهم في المطحنه بتاعه الخلاط وخدت منهم معلقتين كبار. معايا نص معلقه كركم، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ده للخليط الجاف زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده معايا دي صدور بانيه عادي، بس لو عندك صدور اللي هي بتاعت الفراخ دي التخينة هتقطعيها، يعني ممكن صدر تعملي بيه ده كله نفس الطبق اللي انا عاملاه ده، وهتقطعيها صوابع كده زي ما انت شايفة. وبعد كده هاخد معلقة ونص من الخليط الجاف، وبعد كده هتبل نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من التوم البودرة، ومعلقة صغيرة من البصل البودرة. توابله جميلة جدا، طعمه حلو قوي مقرمش جدا. من كل حاجة من التوابل دي معلقة صغيرة. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة ملح. وهنزل بعد كده ومعايا دلوقتي بيضة. الأول نزلت بمعلقتين كبار من اللبن، وبعد كده هنزل بالبيضة. بس وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس، وهسيبهم كده ساعة ساعتين براحتك. وبعد كده هطلع واحط في الدقيق. وبعد كده هطلعه على شبكة. بعد ما اعمله بالدقيق كده هطلعه على شبكة، ما تحطوش على حاجة مسطحة لانها هتضيع الشكل بتاعه. بعد كده حطيه على الشبكة زي ما انت شايفة كده، عشان الشكل بتاعه ما يروحش وما يعجنش ببعضه. لما بتحطيه في طبق ولا حاجة هيعجن. وبعد كده خلاص بقليه. طعمه حلو قوي قوي، وتوابله جميلة جدا. دقيق الرز مخليه مقرمش جدا، والنشا شايفين الشكل حكاية، وطعمه احلى والله، ويفضل معاك مقرمش. طلعيه برضو يعني في شبكة سلك او اي حاجة او مصفى او اي حاجة. والهنا والشفا. كل سنة وانتم طيبين. الخلطة لازقة فيه، مش طالعة من بره ولا حاجة، وطعمه حلو قوي قوي، وجربيه.